السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. تعالوا بقى حبايبي نعمل شوية سبانخ كده حلوين. الطريقة المصرية بتاعتنا ان شاء الله هتعجبكم، الطريقة العادية خالص. معايا كيلو من السبانخ، ومعايا ربطتين من الخضار. زي ما انتوا شايفين كده انا غاسلة السبانخ كويس جدا، وغاسلة الخضار ده ربطة شبت وربطة بقدونس. وتعالوا بقى يا حبايبي نشوف هنعمل ايه. هنسمي الله ونصلي على رسول الله. معايا كده طبق، همسك بقى السبانخ بتاعتي كده، هنمسكها نقطعها ونسويها كده الاول. هجيب كده معايا عندي كده العنقود الاحمر اللي انتوا شايفينه ده، ما ترموهوش، احنا برضو هنقطعه. انا افضل يعني ان انا بقطع كده بالمقص، بيبقى سهل طبعا. زي ما انتوا شايفين كده بقطعهم حتت صغيره اهي. بوريكي برضو طريقة التقطيع، ان احنا نقطع بطريقة ما تخليش السبانخ تبقى كبيرة كده، السبانخ تبقى صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، تبقى حلوة. طبعا العين بتشوف قبل ما بتاكل، فلازم نقطعها تقطيعة كده صغنونة كده. انا قطعتها زي ما انتوا شايفين كده اهي، السبانخ مقطعينها حتت صغيرة، ومعايا الخضار برضو متقطع حتت صغيرة. تعالوا بقى يا حبايبي نشوف هنعمل ايه. معايا كده حلة على النار، وهضيف معايا بقى السمنة. انا عندي هنا زبدة. الزبدة بقى انا لسه مسيحاها بتاع 3 معالق من الزبدة. انت عندك سمنة، عندك زيت، اللي تحبيه، اللي متوفر عندك. هجيب بقى بصلاية صغيرة مقطعاها زي ما انتوا شايفين كده، وانزل واشوح كده في البصلاية. حبايبي كل سنة وانتوا طيبين، إن شاء الله يجعلها سنة مبروك عليكم. رمضان قادم علينا، والسبانخ دي بقى اعمليها كده إن شاء الله في رمضان، بتبقى كلها حديد وحلوة وجميلة جدا، هتعجبكم. هنشوح كده في البصلاية زي ما انتوا شايفين كده لحد ما تدبل معايا، واجيب معلقة كبيرة من التوم، علشان هي السبانخ بتحب التوم، بحب التوم الكتير. انا حاطة معلقة كبيرة اهي. وبرضو كده هقلب البصلاية مع التوم، اشوح كده فيها زي ما انتوا شايفين لحد ما تديني اللون الذهبي. يا ريت اخواتي وحبايبي كده يشجعوني ويعملوا لي اشتراك من مطبخ ام محمد. قناتي مش هتكبر الا بيكم يا حبايبي. كده البصلايه والثوم عطى اللون الذهبي زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل بالعصير الطماطم ده بتاع شوب من الطماطم، شوب الخلاط اه. واحط بقى بابريكا، واحط كمون على فلفل اسود، ونحط الملح. انت عايزة تضيفي اي توابل تاني مفيش مشاكل. كده حبايبي انا مش هخليها تتسبك، طماطم كده زي ما انا حطيتها كده، وهنزل بالسبانخ بنفس الطريقة كده، ومش هقلبها زي ما هي كده. واحط برضو الخضار بنفس الطريقة، برضو مش هقلبها. يبقى انا يا حبيبتي عملت ايه؟ الطماطم زي ما هي ما سبكتهاش، والخضار والسبانخ حطيتهم بالطريقة اللي انت شايفينها دي، ومش هقلبها واروح مغطيها. ليه بقى؟ لان السبانخ والخضار هينزلوا مع الطماطم، ويتسبكوا مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. هسيبهم بقى واغطيهم شوية كمان.
وأهو زي ما انتوا شايفين كده الطماطم والسبانخ اتسبكوا مع بعض، والسبانخ نزلت على الطماطم اهي. طريقة حلوة جدا، مش عايزة اقول لكم على الريحة. ريحة السبانخ جايبة من اخر الدنيا، ريحتها جميلة جدا جدا ما شاء الله يعني. وكده بقى هنسيبها كده لما هقلب. طبعا لازم أنا اقلب بقى في المرحلة دي علشان الخضار يدخل مع السبانخ والطماطم، عشان الخضار كنت حطاهم من فوق خالص، لازم أنا اقلبهم مع بعض. اسيبهم كده ياخدوا الغلوة اهم زي ما انت شايفين، وانزل بقى بالشوربة. انت عندك مية مفيش مشاكل، حط مية. عندك مية كده تحط المية وتحط معاها مكعب مرق دجاج برضو هتبقى جميلة جدا. انا عندي شوربة هنا، حطيت تلات كبشات، ولو احتاجت تاني برضه احط لها، علشان طبعا ما شاء الله ده كيلو سبانخ هيحتاج معايا شوربة كتيرة. وكده هيحتاج معايا شوربة تانية، احط كمان كبشتين اهو زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بالكبشة الاولى ودي التانية، يبقى انا حطيت 5. واسيبهم بقى كده ياخدوا غلوة مع بعضيهم، واغطيهم. وبعد ما خدوا الغلوة اهو هجيب 3 معالق من الرز، 3 معالق بس. انا غسلاهم، ما كترش طبعا في الرز علشان الرز لو كترتيه هتحسي ان انت بتاكلي رز مش بتاكلي سبانخ، فلازم يبقى الطعم معاكي يديكي كل السبانخ، مش يعني الطعم يبقى في السبانخ ما تحسيش ان انت بتاكلي رز. الرز ده بيدي بس كده نكهة كده للسبانخ، وبيخلي السبانخ تلف معاكي كده تبقى جميلة جدا. ماشي يا قلب اختك. تعالوا بقى نغرف معانا كده السبانخ. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، اللهم صل على النبي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مش هقولك على الريحة والطعم، والطعم خطير جدا، وبألف هنا وشفا اللي كل السبانخ الجميلة دي ما شاء الله. جربيها تعجبك جدا جدا، وسبانخ كلها حديد ومفيدة جدا، واللي ما بيحبهاش هيحبها بالطريقة اللي احنا عملناها دي، طريقة جميلة جدا هتعجبكم. وكده خلصنا مع بعض السبانخ، شايفين جميلة جدا هتعجبكم. يا ريت يا جماعة تنسوش الاشتراك واللايك والشير، واسيبكم يا حبايبي في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.